يبدأ فيلمنا بلوديك وهو خانق نفسه جدا كتدريب لقوة التحمل، وبيصطادوا الاتنين دول الكلاب من الشوارع، وبيفضل لاسو يرغي مع لوديك كتير جدا وهو شغال لحد ما بيتضايق منه لوديك وبيلوي له دراعه بالشكل ده وبيقول له امشي من قدامي بقى احسن لك. فبيخاف لاسو على نفسه وبياخدها من قصرها وبيبعد عنه، وبيخلص لوديك شغله وبيرجع على البيت يغسل وشه وبيستريح شويه، وبينزل عشان يتعشى في المطعم بتاع العجوزه دي، وبتاكل العجوزه صاحبه المطعم الكلاب بتوع الشارع، وبتفضل تنادي على الكلب بهولو علشان يجي ياكل لكن ما بتلاقيهوش. فبينادي لوديك عليه وبيقول لها ها هتيجي تقدمي لي الاكل ولا امشي؟ فبتقول له العجوز انتوا دايما كده يا بشر، ما عندكوش صبر وما بيفرقش معاكم جوع الحيوانات ابدا. فبيقول لها لوديك على فكره احنا مش بناكل عندك ببلاش. وبيتكلموا الاتنين دول على لوديك لانه دايما صامت وما بيتعاملش مع اي حد. وبيجوا الشباب دول على المطعم وبيفضلوا يتريقوا على العجوزه بسبب حبها للكلاب والحيوانات وبيسخروا منها وبيمشوا. وبيلاقي لوديك الكلب الصغير ده قاعد بيلحس في رجله تحت الترابيزه، فبيعرف انه جعان وبيحط له من اكله. وبيرجعوا الشباب على المطعم وبيفرقعوا صواريخ قدام مطعم العجوزه علشان يضايقوها. وبنعرف ان الكلاب اللي بيصطادوها من الشوارع بتروح على سلخانه انند للحوم وبتتذبح وبتتباع على انها لحوم ضاني. وبعد ما بيخلص انند ذبح الكلاب بيغير هدوم منك لله يا شيخ وبيظبط نفسه وبيخرج في عربيته. وبتروح سميترا مسؤولة المنظمة الغير حكومية لعلاج الكلاب هي وكامليني ونانديني، وبيطلعوا الكلاب اللي قدام المطعم بتاعة العجوزة، وبيتجمعوا الناس بتوع المنطقة حواليهم وبيتخانقوا معاهم علشان ياخدوا الكلاب ويمشوا لانهم ما بيعرفوش يناموا من صوتهم طول الليل. فبتزعق سميترا معاهم وبتطلب منهم يتكلموا بتحضر. وبتخرج العجوزة من المطعم وبتتخانق مع الناس وبتقول لهم الكلاب بيقفوا وبيناموا في شارع الحكومة مش في شارعكم، ويلا بقى امشوا من هنا. وبتفضوا الليلة كلها وبتقول سميترا للعجوزة ما تخافيش انا جنبك ومحدش هيقدر يحرمك من الكلاب. وبتعرفها على كامليني ونانديني وبتقول لها انهم هيجولك مرة كل اسبوع عشان يطمنوا على الكلاب. فبتشكرها العجوزة وبتقول لها ان الكلب بهولو بقاله فترة مختفي وهي انتظرته كتير لكن مرجعش. فبتقول لها سميترا ان شاء الله هيرجع ما تقلقيش عليه. وبتقول لها العجوزة بس انا حاسة ان الاغبياء سماسرة العقارات بيخططوا لحاجة لانهم كانوا عاوزين يطردوني من هنا عشان يبنوا بوابة امامية للمبنى بتاعهم. فبتقول لها سميترا تعالي معايا على الاسم عشان نرفع قضية واحكي للشرطة كل اللي انت قلتيهولي ده عشان محدش يتعرض لك تاني. واثناء الغدا لاسو بيتطفل على لوديك وبيقعد على الترابيزه معاه وبيساله انت زعلان مني؟ فلوديك بيقول له لا. فبيفضل لاسو يرغي كالعاده يعني. فبيقول له لوديك طب اقول لك ايه بقى، انت هتفصل ولا اسيب لك الترابيزه واقوم؟ فبيقول له لاسو لا 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 خلاص انا هسكت. وبيقدم له لحمه ضاني وبيقول له كل معايا هتعجبك قوي. فبيقول له هو انا مش كذا مره قلت لك اني مش باكل اللحوم؟ وفي الاسم بتقدم العجوزه بلاغ باختفاء الكلب بهولو. فبيقول لها الشرطي رانا يا ستي هو احنا ملاحقين على قضايا البني ادمين علشان نسيبها وندور لك على الكلاب؟ فبتغضب جدا العجوزه وبتشتمه وبتسيبه وتمشي. وبتهدده سميترا انها مش هتسكت على الاستهتار ده. وبيفتكر لوديك الحادثه اللي حصلت مع عيلته وبيخنق نفسه بكل قوته علشان يفرغ الغضب اللي جواه. وبيروحوا سماسرة العقارات وبيرموا للعجوزه دي الحاجات بتاعتها بره المتجر بتاعها وبيطلبوا منها تخليه. فبتتخانق العجوزه معاهم وبتطلع تضرب الزعيم رميش بالقلم وبتشتمه. فبيغضبوا جدا الرجاله وبيكونوا عاوزين يتهجموا عليها لكن زعيمهم بيوقفهم وبيركب عربيته وبيمشي من غير ما يقول ولا كلمه. وبتشتكي سميترا لمحامي المحكمه العليا شارما من الشرطي رانا لانه مرضاش ان هو يكتب للعجوزه المحضر. فبيقول لها شارما ما تزعليش انا هتعامل معاه بطريقتي. وبيبص شارما لكامليني بنظره اعجاب وبيمدح اسمها قوي. وبيسال شارما سميترا مش هتيجي تحضري سباق الكلب يوم الاربع؟ فبتعتذر له سميترا وبتقول له انها مش بتحضر سباقات. وبيقول لها شارما يا شيخ عيب عليكي ده انا عزمتك فلازم تحضري وبيهاتي كامليني معاكي. ايوه كامليني. وبيسالها عندك مشكله تانية؟ فبتقول له مشكله سمسار العقارات. وبيقول لها فكرتيني. وبيتصل شارما على رميش وبيقول له انا سمعت انك عامل المشكله مع العجوزه بسبب المتجر بتاعها، اوصل لاتفاق بدون مشاكل احسن لك. فبيقول له رميش حاضر. وسميترا بتشكر شارما على مساعدته ليها. فبيمسك شارما ايديها لكن بنيه مش كويسه ابدا وبيقول لها انا دايما في الخدمه. وبياكل لوديك الكلب الصغير بسكويت. فبتقول له العجوزه ما تحاولش لانه مش هياكله اصل هو بيحب الفراخ. وبتدعي العجوزه على الشباب بتوع العقارات بسبب الفوضى اللي عملوها في المتجر بتاعها. وبيقابل رميش انند وبيطلب منه ان هو يخلصه من العجوزه ومتجرها. وبالليل بيتهاجموا المجرمين على الكلاب يموتوهم هم والعجوزه. وتاني يوم الدنيا
بتتقلب عند متجر العجوزة، وبيتكلموا الإعلاميين عن اللي حصل، وبيتصدم لوديك لما بيشوفهم وهم مخرجين الجثة بتاعت العجوزة وبتكون غرقانة في دمها فوق النقالة. وبتوصل سيمترا وكامليني وبتقول سيمترا لوسائل الإعلام إن اللي حصل ده تعصب اجتماعي ومش ممكن أسكت عليه أبدا. وبيقول المفتش لوسائل الإعلام إننا مصدومين زيكم بالظبط، وبنوعدكم إننا هنحقق وهنكشف مين اللي عمل كده وهياخدوا عقابهم طبعا. ولوديك بيحزن جدا على موت العجوزة، وبتعمل سميترا احتجاج وبتطالب فيه بتحقيق العدالة للعجوزة وللكلاب في منظمة الكلاب الضالة. فبتقول كامليني لسميترا إن مسؤول الرعاية اتصل وبيسأل على الكلب بتاعه. فبتقول لها سميترا اطلبي منه يبعت 2500 روبية وعرفيه إن الكلب بتاعه محتاج للأدوية وللاختبارات كمان. فبتقول لها كامليني هو مش كلبه مات؟ فبتقول لها سميترا ايوه، لكن هو معاه فلوس ونقدر نساعد بيها كلاب مريضه، هنقطع رزقنا ليه يعني؟ ما تفهمي بقى. فبتقول لها كامليني حاضر هفهم، وبتعرفها ان لوديك عاوز يقابلها. فبتقول لها سميترا خليه يتفضل، وبيوري لوديك لسميترا شكل الكلب الصغير اللي كان بياكله في متجر العجوزه، وبيسالها محدش جابه هنا؟ فبتقول له سميترا لا، هتلاقيه بيلف في اي حته لان الكلاب الضاله ما بتقعدش في مكان، او ممكن يكون المجرمين قتلوه مع اللي قتلوهم. فبيقول لها لوديك بس انا متاكد انه لسه عايش. فبتقول له سميترا طب وافرض تخمينك صحيح، هتلاقيه ازاي يعني وسط 1.5 مليون كلب ضال اللي عندنا في البلد؟ استعوض ربنا فيه بقى. وبتمشي وبتسيبه، وبتسمع كامليني لوديك بكل اهتمام وبتنادي عليه وهو ماشي، وبتقول له لو شفت كلبك في اي مكان انا هبلغك على طول. فبيديها لوديك رقمه علشان تكلمه عليه لو عرفت اي معلومة عن الكلب. وبيروح لوديك على شغله، وبعد ما بيخلص بيرجع على البيت وبيربط شوية أحداث ببعضها. وبيروح لوديك للشباب اللي كانوا بيضايقوا العجوزة وبيقول لهم أنا محتاج لمساعدتكم في العثور على الكلب ده. فبيقولوا له يوه كلاب تاني؟ ده احنا ما صدقنا خلصنا منهم مع العجوزة، ويلا بقى يا حبيبي اتوكل على الله من هنا عشان عندنا مباراة طاولة. فبيمسك لوديك بتاعة الطاولة وبيحدفها في راس ده يجرحه، وطبعا ده بيغضب جدا وبيهجم على لوديك. فبيضربه لوديك بكل قوته هو كمان، وبيخليه ينزف من بقه، وبيشد سلك اللمبة وبيلفه على رقبة ده فبيخنقه بيه، وبيطعن ده بالسكينة في رقبته. لا، وبيمسك الشنيور وبيشنير ده وبيحط رجله على رقبة ده وبيسأله فين الكلب؟ فبيقول له ما اعرفش. فبيغضب جدا لوديك وبيخلص عليه وبياخد موبايله وبيرن تليفون رميش وهو ماشي في السينما. فبيطلع بره عشان يتكلم لكن محدش بيرد عليه. فبيدخل رميش الحمام، وهنا بقى بتكون المفاجأة ان لوديك مستنيه جوه، وبيمسكوا لوديك وبيأكلوا حتة علقة، لكن علقة فعلا محترمة. وبيقول له لو كنت فاكر ان العجوزة والكلاب الضالة ملهمش حد تبقى غلطان. وبيسيح دمه وبيسأله عن الكلب الصغير. فبيقول له رميش اسأل سنتوش لان هو اللي بيبيع الكلاب مش انا. فبيخلص لوديك عليه وبيسيبه مرمي في الحمام وبيمشي. وبتروح سميترا وكامليني وبيحضروا مسابقة الكلاب اللي شرم عازمهم عليها. وبيتكلم شرم مع المراسل ده عن الكلاب بحماس، وبيقول له ان شاء الله السنة الجاية انا هفتح ملجأ وهتبنى فيه الكلاب الضالة كلها. فبتقول له سميترا ربنا يكتر من امثالك يا رب ويقدرك كده على فعل الخير دايما. وبتمدح فيه قدام المراسل، وبتتابع كامليني سباق الكلاب بحماس. وبيجي لشرم تليفون بيخليه يتعكنن خالص ومزاجه بيتقلب. وبتروح الشرطة تعاين مكان جثث الكلاب اللي لوديك خلص عليهم ومكان جثة رميش. وبتقول سميترا لشرمة ما تزعلش ان الكلب بتول خسر وان شاء الله هيعوضها في السباق الجاي وهيكسب. فبيقول لها شرمة الظاهر كده ان بتول تعبان ومحتاج يرتاح. وبيروح لوديك لكامليني وبيسألها تعرفي واحد اسمه سنتوش بيبيع كلاب هو؟ فبتقول له كامليني لا، ابقى اسأل الرئيسة بتاعتي سميترا عنه. وبتستأذنه عشان تمشي لانها بتكون مستعجلة جدا. فبيسألها لوديك في ايه؟ فبتقول له اصل في زوج وزوجة عذبوا كلبهم وربطوه في حديقة البيت وسابوه من غير اكل وشرب وضربوه كمان، فالجيران بتوعهم اشتكوهم. وبصراحة بقى انا معرفش اشخاص زي دول ليه بيتبنوا الكلاب. فبيسألها لوديك انت هتروحي لهم لوحدك؟ فبتقول له كامليني ايوه. وبتعرفوا ان رئيستها قالت لها ان الاشخاص اللي زي دول بيكونوا جبنة علشان كده بيعذبوا الكلاب، وطلبوا منها انها تكون هادية وانها ما تفقدش اعصابها عليهم. وبتقول له بصراحة بقى انا مش متأكدة ان كنت هقدر اكون كده ولا لا، ربنا يستر. وبتمشي وما بيرضاش لوديك ان هو يسيبها لوحدها وبيروح وراها من غير ما تشوفه. وبتخبط كامليني على اصحاب البيت وبتدخل تتكلم مع صاحب البيت وبتسأله فين مراتك؟ وبيقول لها مش موجودة. فبتقول له كامليني مش مهم، المهم انتوا ليه بتعذبوا الكلاب؟ لو مش عاوزينها ابعتوها على بيت تاني يعملوها فيه كويس. وبتهدده انها هترفع قضية ضده وانها هتحبسه. فبيقول لها انا اشتريت الكلب ده بفلوسي، يعني خلاص بقى من ممتلكاتي، وسواء بقى حبيته او عذبته فدي حاجة تخصني انا. فبتحس كامليني انه مريض نفسي وبتجري عشان تخرج من الباب، لكن بتلاقيه مقفول. وبيقرب صاحب البيت من
سنها وبيقول لها بالراحه على الباب لانه غالي، وبيفتح لها الباب وبيقول لها اخرجي بره. فبتجري كامليني على بره وهي بتعيط، وبيسالها لوديك مالك؟ فبتقول له كامليني ده مش بني ادم، ده مريض نفسي ومفيش فرق بينه وبين الوحوش لانه بيتفاخر بتعذيب الكلب وما عندوش اي احترام للستات. فبيقول لها لوديك طب امشي انت، ويا ريت بقى تبقي تجيبي لي رقم سنتوش. فبتقول له كامليني هو ده كل اللي همك؟ جاتك القرف انت كمان، هو انت زيه بالظبط كده. وبتسيبه وتمشي وهي غضبانه جدا. وبيروح انند وبيقابل عملاء الشمال الشرقي في الكازينو، وبيطلبوا العملاء منه توريد 1000 كيلو من لحوم الكلاب، وبيدوله مهله اسبوع، وبيسالوه ها هتقدر توفرها لنا ولا لا؟ منكم لله منكم لله. وبيقول لهم انند عيب عليكم، ده ان شاء الله قبل اسبوع واحد بس هيكونوا عندكم. وبيدخل سدهير عليهم ومعاه بنتين وبيقطع كلامهم، وبيروح لوديك على بيت الزوجين اللي بيعذبوا كلابهم وهو لابس قناع كلب، وبيربط انند سدهير والبنتين اللي معاه كمان، وبيستحلف سدهير لانند وبيهدده بباباه وبيطلب منه ان هو يفك، وبيقول ابي لانند ان من رايي تسيبه يمشي لانه سكران وخلص على البنتين. فبيخلي انند يفك سدهير وبيديله سطور وبيتحداه، فبيهجم سدهير على انند بالسطور لكن ما بيعرفش يلمسه، وانند اللي بيخلص عليه. وبيقول انند للبنات فعلنا ده اللي ما بيقدرش يدافع عن نفسه بيبقى لحم، وبيخلص عليهم هما الاتنين واحدة ورا التانية. اما لوديك فبيجلد الشخص اللي عذب الكلاب بالحزام، وبيطفي السيجارة في جسمه وبيخنقه بالكيس البلاستيك ده، وبيحط له ايده في مية بتغلي، وبيفضل الشخص يصرخ جامد. ومراته بتتوسل للوديك علشان يسيب جوزها، وبيقول لهم لوديك الكلب كان بيتوسل لكم بنفس الطريقة دي، كنتوا رحمتوه يعني؟ وبيرجع للكلب حقه. وبتحكي كاملين لسميترا اللي حصل معاها، فبتتضايق سميترا جدا عشانها وبتقول لها انا مش هبعتك على اي مكان لوحدك تاني ابدا. وبتسالها كامليني تعرفي مربي كلاب اسمه سنتوش؟ فبتقول لها سميترا ايوه ده شخص سيء السمعه وكله يعرفه. بتسالي عليه ليه؟ فبتقول لها كامليني مش انا اللي بسال عليه، ده لوديك هو اللي كان بيسال عليه. وبيروح لاسو للوديك يصحيه من النوم وبياكل دماغه بالكلام. فبيساله لوديك انت جاي لي على الصبح كده ليه؟ فبيقول له لاسو يا عم انا قلقت عليك لانك بقالك كام يوم ما جيتش المصنع. وبيمسك ازازه البرفيوم اللي على المكتب وبيغضب جدا لوديك وبيقول له حطها وامشي لان انا خارج دلوقتي. وكامليني بتبعت للوديك عنوان سنتوش على موبايله، وبيروح لوديك لسنتوش وبيوري له صوره الكلب اللي معاه وبيطلب منه ان هو يلاقيه له. فبيقول له سنتوش ده كلب شوارع، ادفع لي 10000 نقدا وانا هجيب لك اي كلب من الشارع زيه لانهم زي بعض كلهم وبيتغذوا على المجاري. فبيقول له لوديك بقى كده طيب انا هطلع اسحب لك الفلوس وهجي لك على طول. وبيطلع لوديك وبيدخل لهم تاني بيقنع الكلب وبياخد السلسله دي من على الحيطه وبيلفها على رقبه ده يطيره من مكانه، وبيضرب ده بكل قوته وبيكسر لده رقبته، وبيدي لده بالرجل يطيره على ازاز الترابيزه. وبيحس سنتوش وبيحبس سنتوش في القفص زي ما هو بيحبس الكلاب بالظبط، وبيفضل يضربه ويطعنه بالعصايه دي. وبيساله الاقي الكلب فين؟ فبيقول له سنتوش خلاص اسال شرمه محامي المحكمه العليا. فبيخلص لوديك عليه وبيسيبه ويمشي، وبيتفرج لوديك على الفيديو اللي سميترا بتمدح شرمه فيه وقت المسابقه. وبيروح لوديك لكامليني بيتها وبيلاقي معاها كلاب كتير هي متبنياهم وبتهتم برعايتهم. وكامليني بتقدم للشاي للوديك وبتقول له انت ليه بتدور على الكلب باهتمام قوي كده مع ان شكلك بيقول انك مش عاطفي خالص عشان تحب الكلاب لدرجه انك تعاقب اللي بيعذبهم. وبتقول له مقطع الفيديو اللي انت صورته للزوجين وهما بيعترفوا بغلطهم علشان عذبوا الكلاب انتشر بسرعه جدا، وبتمدح في القناع اللي هو كان لابسه. فبيقطع لوديك كلامها وبيسالها انت تعرفي واحد اسمه شرمه؟ فبتقول له كامليني طبعا ومين ما يعرفوش، ده اشهر من نار على العالم، وبتمدح في اخلاقه جدا. فبيسالها لوديك تعرفي مكان مزرعته؟ فبتقول له كامليني ايوه طبعا اعرف، موجوده في دور جابور. وبتروح الشرطه عشان تعاين جثه سنتوش، وبيقول الشرطي رانا للمفتش تفتكر ان اللي بيقتل ده واحد ارهابي؟ فبيقول المفتش حرام عليك ارحمني من غبائك شويه. وبيلاقي رانا كاميرا مراقبه بتكون مخفيه ورا الكؤوس دي، فبياخدها وبيمشي. وبيشغل رانا فيديو الكاميرا بتاعه المراقبه على جهاز الكمبيوتر بتاعه، وبيعرف ان لوديك هو القاتل. وبيتصل الوزير على انند وبيلومه بسبب قتل السدهير لان باباه هو اللي بيمول الحزب، وبيقول له اعرف مين اللي بيقتل في منطقتك والا الامور كلها هتخرج عن سيطرتك وهنتحول كلنا للحوم بعد موتنا. وبتروح كامليني هي ولوديك على بيت المزرعه بتاع شرمه علشان يقابلوه، لكن ما بيرضاش موظف الامن ان هو يدخلهم وبيقول لهم هاتوا اذن الاول بالزياره. وبيروح رانا لشرمه وبيعرفوا ان في شخص بيبحث عنه عامل زي عميل المخابرات لان كل معلوماته مزيفه، وبيقول له انه عامل زي الشبح يعني موجود ومش موجود. فبيضحك انند على كلامه، فبيتضايق جدا شرمه من انند وبيقول له انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت مجرد جزار واخرك تتعامل مع اللحوم وبس. وبيقول شرمه رانا على فكره بقى
انند مش جزار وبس، ده كمان مجرم لانه ذبح باباه ومامته. فبيقول انند لشارما طب طالما انت عارف كده استخدم عقلك معايا بدل ما اخليك تحصلهم. وبيقرر لوديك ان هو ينط من فوق سور المزرعه. فبتقول له كامليني بلاش لان في كلاب جوه. فبيقول لها لوديك يا اختي الا ما سمعت صوت كلب واحد هوهو من ساعه ما جه. وبيطلع القناع وبيلبسه علشان الكاميرا يعني، وبينط من فوق السور. وبتلف كامليني الطرحه على وشها وبتنط هي كمان وراه. وبيكون موظف الامن مشغول في الموبايل بتاعه وما بيشوفهمش. وبيطلعوا على السلم الخلفي وبيفتحوا الباب ده وبيدخلوا وبيتفاجئوا بالكلاب وهي مذبوحه ومتعلقه قدامهم. وكامليني بتنهار تقعد في مكانها وبتفضل تعيط. ولوديك بياخد الحديده دي وبيهجم على الموجودين في المكان وبيفضل يقتل فيهم واحد ورا التاني وبيعلقهم جنب الكلاب بالظبط. وبتتصل كامليني بخدمه الطوارئ وبتبلغهم باللي شافته. وبيمد لوديك ايده لكامليني يقومها وبياخدها وبيمشي. وفي الطريق بتكلم كامليني سومترا وبتحكي لها اللي حصل وهي بتعيط. وبتقول لها سومترا ما تعيطيش، روحي على البيت واستريحي وما تجيبيش سيره لاي حد عن اللي شفتيه ده. وبتقول لها كامليني لكن انا بلغت خدمه الطوارئ وزمانهم وصلوا هناك دلوقتي. فبتقول لها سومترا ليه بس تورطي نفسك، ارجعي بسرعه على بيتك وخدي بالك من نفسك. وبتوصل الشرطه على المزرعه وبيقبضوا على موظف الامن وبيدخلوا يشوفوا الكلاب المذبوحه. وبيوصل لوديك كامليني على بيتها وبيرجع على بيته وبيلاقي باب الاوضه بتاعته مفتوحه والدنيا جوه كلها متبهدله. وفجاه بيهجموا البلطجيه دول عليه وبيسحلوه. وبيوصل انند وراهم وبيرشق السطور ده في كتف لوديك وبيسالوا انت ليه عايز تدمر تجارتي؟ الناس عايزه تاكل لحم كلاب وانا ببيع لهم اللي هم عاوزينه، انت مالك انت؟ وبيقول له هو انت مش بتاكل الفراخ؟ ما هي دي روح ودي روح، فرقت معاك في ايه بقى؟ فبيقول له لوديك انا مش باكل اللحوم، انا بدور على كلب صغير. فبيقول له انند روح دور على بني ادم بدل ما تدور على كلب وسيبني ابيع بقى. ولو عاوز تقتل حد روح اقتل اللي بياكلوا لحوم الكلاب لان عمري ما هوقف تجارتي ابدا عشان واحد زيك. وبيطلب من رجالته انهم يخلصوا عليه ويرموه بعيد عن المنطقه وبيمشوا ويسيبوا. وبيحاولوا الرجاله انهم يسيطروا على لوديك لكن ما بيعرفوش. وبيفضل لوديك يضرب فيهم كلهم بكل قوته واحد ورا التاني لحد ما بيخلص عليهم كلهم. وبيطلع بره عشان يركب البايك بتاعته لكن بيلاقيها مولعه فبيتضايق جدا وبيمشي شويه لكن بيلاقي المجرمين قافلين عليه الطريق من ناحيتين. فبياخد الحجر ده من على الارض وبينط المجرمين كلهم فوقيه وبينزلوا فيه ضرب. وبيفضل لوديك يضربهم بالحجر في راسهم كده واحد ورا التاني لحد ما بيخلص عليهم كلهم. وبيقوم يمشي وهو مش قادر خالص. وبيروح لوديك على بيت كامليني وبيلاقي الباب مفتوح والدنيا جوه متبهدله خالص وكامليني ما بتكونش موجوده جوه وبتكون اتخطفت. وبيروح لوديك لسومترا وبيسالها عن كامليني وبتقوله انها ما شافتهاش وبتطهره الجرح بتاعه اللي بيكون في كتفه ده. وبيسالها لوديك على عنوان شارما وبتقول له سومترا انه له اكتر من 10 بيوت هنا، هتدور عليه فين ولا فين؟ فبيقول لها لوديك اديلي كل العناوين بتاعته ومالكيش دعوه انت. وبيتصل شارما وبيحجز تذكره طيران للخارج. وبيقول له انند انت عايز تهرب وتسيبني؟ فبيقول له شارما انا عندي استعداد اموت ولا اني اقضي ليله واحده في السجن. فبيقول له انند طب وماله؟ وبيروح لوديك للاسو المصنع وبيساله انت بتسمع صوت الكلاب اللي مش بيخلوك تعرف تنام فين؟ فبيقول له لاسو ده سري. فبيضربه لوديك وبيخليه يقول له غصب عنه. وبيجهز شارما شنطته عشان يسافر وبياخد لاسو لوديك على المكان اللي بيسمع فيها هوهوة الكلاب. وبيلبس لوديك قناع الكلب وبيدخل المكان وبيلاقيهم بيقطعوا لحم الكلاب. فبيغضب جدا وبيمسك السكينه وبيفضل يذبح في كل الموجودين. ولاسو بيستغل الفرصه دي وبيصور الاكشن اللي بيحصل علشان ينشره على قناه اليوتيوب بتاعته ويكسب مشاهدات كتير ومشتركين اكتر. واحنا كمان نفسنا في مشتركين اكتر، يا ريت كل اخواتي اللي ناسين اللايك والاشتراك يشتركوا بسرعه ويعملوا اللايك. وبيخلص لوديك على كل اللي في المكان وبيخرج الكلاب المحبوسه وبيرمي البنزين على اللحمه المتقطعه وبيولع في المكان كله وبيمشي هو ولاسو. وبتتصل سميترا على لوديك وبتقول له انا جات لي معلومات ان شارما مسافر خارج البلاد وهو دلوقتي في بيته بتاع سوناريور. وبينط من فوق السور وبيدخل البيت وبيخرج الكلاب المحبوسه في قفص على السطح وبينزل تحت وبيلاقي شارما نايم في اوضته. فبيمسكه من شعره عشان يقومه لكن المفاجاه ان بيلاقي راسه اتخلعت في ايده. فبيتصدم وبيبص وبيلاقي رنا والشرطيين فوق راسه وبيتضح ان هو معمول له كمين عشان يسلموه للجزار انند. وبيكون انند هو اللي خطف كامليني وبتعيط له كامليني وبتقول له انت فعلا مجرم ولازم تتعاقب على اخطائك وعلى كل كلب قتلته. فبيضحك انند بسخريه وبيقول لها انت لما بتروحي تاكلي لحوم بتسالي هي لحوم ايه ولا بيكون مكتوب عليها؟ انت بتاكلي لحوم كلاب معتقده انها لحوم ضاني. وبيتعصب عليها وبيقول لها بطلي عياط بقى. فبتطلب منه كامليني انه يخلي في قلبه رحمه وانه يطلق سراح الكلاب. وبيقول لها انند بعصبيه انت مجنونه؟ ازاي حياه الكلاب عندك اهم من حياه البني ادمين؟ يعني نموت احنا عشان خاطر هم يعيشوا؟ احنا في مجتمع البقاء فيه للاقوى يا بنتي. وبيقطع لها ايديها بالساطور. فبتصرخ كامليني وبتفقد الوعي وبيطلع الكلب ده علشان يدافع عن كامليني. فبيضربه انند وبيرميه بعيد وبيفوق لوديك وبيصرخ من المنظر وبيمسك منشار وبيفضل يقطع ويقتل في كل رجاله انند واحد ورا التاني وبيحط
بيحط أناند كرسي وبيقعد يتفرج عليه بإعجاب، وبيخلص لوديك على الرجالة كلها وبينط على أناند وبيجيب خبره هو كمان بالمنشار ده. وبتكون المفاجأة إن سميترا ليها يد في قتل الكلاب كلها، وبيروح لها لوديك وبيلوم عليها. فبتقول له سميترا أنا من بين 100 كلب كنت بضطر أضحي ب30 علشان ال70 يعيشوا. فبيقول لها لوديك أنت تفكيرك غلط، لأن كان ممكن يجي شخص وينقذ ال100 كلهم، ده غير إن كامليني كانت بتثق فيكي وبيتهمها بالخيانة. وبتعيط سميترا وبتقول له ما تظلمنيش، أنا بحب الكلاب زي كامليني بالظبط، لكن أنا ضليت طريقي. فبيقول لها لوديك طب أنا عاوز الكلب اللي وريتك صورته بأي طريقة. فبتقول له سميترا أنا ما أعرفش مكانه، لكن ممكن يكونوا نقلوه مع الكلاب على الشمال الشرقي. وبتديله رقم واحد اسمه تمان، وبتقول له إن هو هيعرفك فين مكانهم في الشمال الشرقي بالظبط. فبيقول لها لوديك تمن الخيانة الموت، وبيخلص عليها. وبتفوق كامليني في المستشفى، وبيقول لها المفتش إننا شمعنا كل محلات اللحوم اللي كانت مرتبطة بأناند، وبيوريها صورة لوديك وبيسألها تعرفيه. فبتقول له كامليني لا أنا معرفوش. وبيطلب الوزير من المفتش إن هو يبعت له صورة القاتل. وأول ما بتوصل صورة لوديك للوزير بيتخض وبيقوم من مكانه يجري على أوضته، وبيطلع الملف بتاع لوديك من الخزنة بتاعته. وبنعرف إن لوديك كان ظابط. وبيتصل الوزير على حد في التليفون وبيقول له لوديك لسه عايش ورجع تاني، واحنا ما نعرفش كان فين السنين دي كلها ولا حتى كان بيخطط لإيه، لكن هو رجع وما اتغيرش. وكل رجالتنا اللي في المنطقة الشرقية ماتوا على إيده، وكل ده عشان كلب شوارع. وبتتصل كامليني على لوديك وبتقول له الشرطة عرفتك ومعاهم صورتك، وبتسأله انت فين. فبيقول لها لوديك انا رايح ارجع الكلب الصغير من قرن شال. فبتقول له كامليني انهم سمموا 6 كلاب في مجمع سكني والشرطة عارفة الفاعل، لكنهم ما بيهتموش بقضايا الكلاب طبعا. وبتطلب منه ان هو يحقق العدالة. وبيقول لها لوديك لما ارجع. وبتكون المفاجأة ان لاسو هو اللي خد الكلب من قدام متجر العجوزة واتبناه، وبيرفع لاسو الفيديو بتاع لوديك وهو بيقتل المجرمين علشان الكلاب على القناة بتاعته، وبيحقق مشاهدات كتيرة جدا وبيجيب لايكات كتيرة جدا. عقبالنا يا رب. وبيرن لاسو على لوديك علشان يوريله نفسه مع الكلب، وبيقول له مش انت لوحدك اللي بتحب الكلاب. لكن لوديك بيكنسل عليه وبيعمل له حظر. وبس كده لحد هنا وبيخلص الجزء ده من فيلمنا. ولو عاوزين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده استنوني في ملخص الجزء الجديد. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاة في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك. ولو اول مرة تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.